وإني لأرى أهل غزة اليوم من هؤلاء المؤمنين المحسنين الظن بربهم جل وعلا، أحسبهم كذلك ولا أزكيهم على الله. يقول الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم، وفي رواية: ولا يضرهم من خذلهم إلا ما أصابهم من لأواء. فهم على ذلك حتى يأتيهم أمر الله جل وعلا. فقالوا: يا رسول الله وأين هؤلاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. تأمل معي قول الحبيب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما حاصره المشركون من كل جانب، وكان مع صاحبه أبي بكر في الغار. قال أبو بكر: يا رسول الله والله لو ورفع أحدهم قدمه لرآنا. فماذا قال له النبي؟ المحسن في ظنه بربه جل وعلا ماذا قال؟ قال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ايش يقول الله عز وجل في كتابه إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. موسى كليم الله عليه السلام، فرعون وجنوده من خلفهم والبحر من أمامهم، فقال له قومه: إنا لمدركون. فماذا قال موسى عليه السلام؟ قال قولة المحسن بربه جل وعلا، المحسن ظنه بربه جل جلاله، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فحسن الظن بالله جل وعلا من حسن الإيمان، بل من أعظم ما تتجلى فيه عبودية العبد وطاعته واستسلامه لله جل وعلا ولأقداره. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا له من حسن الظن بالله. ولا يصح أيها الكرام، ولا يصح حسن ظن العبد بربه إلا إذا أحسن العمل. فإذا قال قائل: أنا أحسن الظن بالله جل وعلا، ولكنه تارك للأخذ بالأسباب، أسباب النصر وغيرها، فهذا عبد عاجز يتمنى على الله الأماني، وليس محسنا في ظنه لربه، لأن من أحسن الظن بالله أحسن العمل. الله عز وجل قال عن أهل الإيمان وبين في كتابه أنهم لما عملوا خيرا وصالحا بعد ذلك أحسنوا ظنهم بربهم. يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله هذه أعمال صالحات. ماذا قال بعدها؟ قال: أولئك يرجون رحمة الله. فبعد العمل يأتي حسن الظن بالله جل وعلا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان في غزوه على التتار يحرض المسلمين على الجهاد، فلما خرجوا في جهادهم لغزو التتار كان يقول شيخ الإسلام رحمه الله: قال: إنكم لمنصورون، إنكم لمنصورون، إنكم لمنصورون. فقالوا: قل إن شاء الله، قل إن شاء الله. فكان يقول رحمه الله: إنكم لمنصورون إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. تحقيقا لا تعليقا، أي أن الله جل وعلا سيحقق لهم النصر في جهادهم هذا. ونصرهم الله جل وعلا على عدوهم. وما هذه الثقة منه رحمه الله جل وعلا بربه، إلا لأنه رأى أن المسلمين في وقتهم ذلك قد أخذوا بأسباب النصر والتمكين، فعندها أحسن الظن بربه جل وعلا وبوعده وموعوده لما قال في كتابه: ولينصرن الله من ينصره. وقال جل وعلا وفي قوله جل جلاله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. بماذا وعدهم؟ قال: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني لا يشركون بي وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أسأل الله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يرزقني وإياكم كمال الإيمان به وحسن الظن به والتوكل عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. وأنا وإياكم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الكرام، وإذا أحسن العبد ظنه بربه في وقت البلاء والشدة والكرب فإن الله جل وعلا يلبسه لباس الصبر ولباس الثبات والاحتساب ويزيده قوة إلى قوته. خباب بن الأرط رضي الله عنه قال: شكونا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لما اشتد بهم البلاء من أهل قريش والأذى والعذاب، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاشتكوا إليه، فقالوا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ أي أن يرفع الله عز وجل عنا هذا البلاء. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مربيا؟ قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يجعل نصفين، وإنه ليمشط بأنشاط الحديد بين لحمه وعظمه. قال: ما يصده ذلك عن دينه شيئا. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه ليحيي فيهم حسن الظن بالله جل جلاله، قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. وأعظم من ضرب اليوم مثلا لقوم أورثهم الله جل وعلا صبرا تعجز عن حمله الجبال أهلنا في غزة، فوالله إنهم قد صبروا صبرا وثبتوا ثباتا لم نرى ولم نسمع مثله إلا في كتب السير عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يقتل لأحدهم جميع أهله فيقف شامخا صابرا محتسبا يحمد الله جل وعلا ويسترجع، لا يهتز إيمانه بربه ولا يتزعزع حسن ظنه به. ووالله ما هذا الثبات وما هذا النصر إلا من الله، فالله جل وعلا ما هذا الثبات وهذا الصبر إلا من الله جل وعلا. الله عز وجل قال في كتابه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن هذا الصبر والثبات إنما يكون بالإيمان، حتى قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في غزة وأن يرضى عنهم وعن مجاهديهم الأبطال وأن يرزقهم النصر عاجلا غير آجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته ولا غائبا إلا بالسلامة إلى أهله رددته. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم احفظ أردننا وسائر بلاد المسلمين من كيد الكائدين وعبث العابثين وعنة العانتين.
اللهم وفق ولي أمرنا عبد الله ثاني بن حسين وولي عهده لما تحب وترضى من القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب